عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة تالتة ثانوي في كل أنحاء الجمهورية. أهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة افهم جغرافيا صح. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن مفهوم الدولة وخدنا أنواع الدول من حيث النظم السياسية والإدارية، وقلنا إن في نوعين، في دول مركزية وفي دول لا مركزية. وقلنا إن الدول المركزية زي الدولة الوحدوية، والدول اللامركزية بتتقسم عند النوعين دول فيدرالية وكونفدرالية. خلينا متفقين ان اي دولة موجودة عندنا على خريطة العالم فهي لها عاصمة. فالنهاردة ان شاء الله حصتنا بتتكلم عن يعني ايه عاصمة. هو الدولة اللي بتختار عاصمة ليها دي بتختارها بناء على ايه؟ احنا عندنا مثلا القاهرة عاصمة مصر. ازاي تم اختيار القاهرة عاصمة لمصر؟ ويعني ايه عاصمة الاول؟ والدول اللي بتختار العاصمة بتاعتها دي بتختارها ازاي؟ النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن كل حاجة بتخص العاصمة، فعايزك تسمي الله وتصلي على سيدنا محمد ويلا بينا. الراجل بيقول لي يا مستر هو يعني ايه كلمة العاصمة؟ قال لي العاصمة هي مدينة زي أي مدينة موجودة عندي، بس احنا رقيناها واديناها شوية مميزات، بقت عندها ميزة عن أي مدينة حوالين منها، فأصبحت هي العاصمة، بقت أهم من أي مدينة موجودة عندنا في الدولة. عارف لما تجيب واحد من الفصل تديله هو يبقى رائد الفصل، هو المشرف، هو اللي بياخد الغياب، فالواد ده بقى عنده ميزة مش موجودة عند باقي الفصل. المدينة دي كانت الأول مدينة عادية زيها زي أي مدينة، بس احنا اديناها شوية صفات وخصائص بقت بتميزها عن أي مدينة حوالين منها، فأصبحت هي العاصمة. فبيقول لي العاصمة هي مدينة، بس المدينة دي بيستقر بها، وتحط لي نقطتين وتفتح لي 5 عناصر. يبقى العاصمة قصدي هي مدينة يستقر بها 1 رئيس الدولة. لما نيجي نطبق الكلام ده عندنا على مصر معلش انا كل مرة برسم خريطة مصر، بس هي دي اللي انت حافظها من سنة رابعة ابتدائي. لما اجي ارسم خريطة مصر كده وابص الاقي ان عند الجزء ده اللي في النص ده بقول عليه القاهرة، واحنا عارفين ان القاهرة هي عاصمة مصر. كيف يتم اختيار عاصمة مصر انها تبقى القاهرة؟ قال لي لما اجي ابص كده على القاهرة دي، ايه اللي بيميز القاهرة عن باقي المدن التانية؟ ان 1 بيستقر بها رئيس الدولة، 2 بتستقر بها الحكومة، والمقصود هنا بالحكومة جهتين. قال لي رئيس الجمهورية والوزارات كلها، رئيس الوزراء بالوزارات دي اسمها الحكومة. يعني ايه الحكومة؟ قال لي مثلا وزير التعليم قاعد فين؟ مقره فين؟ في القاهرة. وزير الصحة مقره في القاهرة. وزير الاقتصاد مقره في القاهرة. رئيس الوزراء في القاهرة. رئيس الجمهورية في القاهرة. فإذا هي المدينة اللي بيستقر بيها 1 رئيس الدولة، 2 قال لي الحكومة، 3 قال لي غالبا ما يستقر بها السلطات ال3. بص يا شباب، أنا عندي 3 سلطات بتدير الدولة. عندي حاجة اسمها سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وسلطة قضائية. السلطة التشريعية هي دي اللي بتشرع القوانين، هي اللي بتحط لي القوانين والقرارات اللي بتمشي عليها الدولة، ودي متمثلة في حاجة واحدة بس اللي هي البرلمان. البرلمان ده اللي انا بقول عليه دلوقتي مجلس النواب او مجلس الشعب. مجلس الشعب ده هو اللي متخصص ان هو يصدر لي الدستور. كلمة دستور معناها قوانين، ان هو اللي هيصدر لي القوانين اللي هتمشي على الدولة كلها. والسلطة التنفيذية، السلطة التانية اللي هي بقول عليها السلطة التنفيذية، متمثل في الحكومة اللي هي رئيس الجمهورية والوزارات، دول اللي بينفذوا القرارات اللي بتتصدر من السلطة التشريعية. والسلطة القضائية رقم 3 اللي هي المحاكم. المحاكم بتمشي بالدين الإسلامي أو بالقوانين الخاصة بالقضاء. فلما أجي أبص كده هلاقي إن أنا عندي 3 سلطات. عندي سلطة تشريعية، وعندي سلطة تنفيذية، وعندي سلطة قضائية. قال لي الراجل بقى إن المدينة اللي أنا بختارها عاصمة
غالبا ما يستقر بها السلطة التشريعية اللي هو مقر مجلس الشعب، والسلطة التنفيذية اللي هو مقر رئيس الجمهورية ومقر رئيس الوزراء بالوزارات، والمحكمة العليا اللي هي أعلى محكمة بتصدر قوانين هي موجودة عندنا في العاصمة. غالبا ما يستقر. ليه بقول غالبا؟ لأن في دول كتير جدا موجودة عندها على خريطة العالم ممكن تكون السلطة التشريعية اللي هو مقر مجلس النواب في مدينة، ومقر لرئيس الملك أو رئيس الجمهورية في مدينة تانية. هديك مثال، عندي دولة اسمها دولة هولندا. هولندا دي دولة عاملة كده. عندي في النص مدينة اسمها أمستردام. أمستردام دي خلوها هي العاصمة عشان موجود فيها رئيس الملك أو رئيس الدولة. بس أنا عندي مدينة أهو فوق اسمها لاهاي. لاهاي دي موجود فيها مقر مجلس الشعب أو موجود فيها البرلمان. يبقى البرلمان موجود في مدينة ورئيس الدولة موجود في مدينة. فغالبا في معظم دول العالم المدينة اللي بختارها العاصمة غالبا ما يتركز بها السلطات الثلاثة. بس ده ما بينطبقش على كل دول العالم. كل دول العالم لو كانت كلها بتختار السلطات الثلاثة موجودة في العاصمة ما كانتش هولندا اختارت مقر البرلمان في لاهاي واختارت رئيس الدولة موجود ان هو يعيش في امستردام. فإذا في دول في العالم بتختار السلطة التشريعية بتبقى موجودة في مدينة والسلطة التنفيذية موجودة في مدينة. دي عادي، مش مشكلة، عادي. بس الغالبية 85% 90% من الدول اللي بتختار العاصمة بتاعتها لازم تكون السلطات الثلاثة دول موجودين فين؟ في العاصمة. يبقى أنا دلوقتي لما أجي أتكلم على السلطات الثلاثة، عندي سلطة تنفيذية، سلطة تشريعية، سلطة قضائية، غالبا ما يتواجدوا في العاصمة. يبقى أنا قلت إن العاصمة هي مدينة زي أي مدينة ميزناها بإيه؟ إن موجود فيها رئيس الدولة وموجود فيها الحكومات، وغالبا ما يستقر بها السلطات الثلاثة. أربعة موجود فيها إيه؟ قال لي موجود فيها سفارات الدول الأجنبية. يعني إيه الكلام ده؟ عايز أروح مثلا سفارة فرنسا هتبقى موجودة فين؟ في العاصمة. طب سفارة أمريكا موجودة في العاصمة. طب سفارة استراليا موجودة في العاصمة. فالسفارات بتوع الدول الأجنبية غالبا موجودة في العاصمة. كمان العاصمة هي مدينة بيستقر فيها المؤسسات الكبرى. يعني ايه المؤسسات الكبرى؟ يعني الشركات الكبيرة. عايز مثلا مقر شركة سامسونج، عندي شركة عالمية موجودة في أمريكا عايزة تعمل مقر ليها في مصر، هتعمله فين؟ في أسوان ولا في القاهرة؟ أكيد في القاهرة. ليه؟ لأن في القاهرة موجود فيها غالبا كل السلطات، فهي هيئة كبيرة جدا وموجود فيها رئيس الجمهورية وتكدس السكان موجود فيها أكتر والكلام ده كله. فإذا هي مدينة مميزة، فالطبيعي أنا عايز أعمل المقر بتاعي أو مقر الشركة بتاعتي هعمله في القاهرة، هعمله في العاصمة. فغالبا تلاقي مقر شركة ايفون، شركة سامسونج، شركة بيبسي، شركة اي شركة عالمية موجودة فين؟ موجودة عندي في العاصمة. يبقى العاصمة هي مدينة يا مستر بيستقر بيها رئيس الدولة، الحكومة، السلطات الثلاثة، سفارات الدول الأجنبية، والمؤسسات الكبرى. لو أنا وأنت بقى ماشيين رايحين أمريكا ونزلنا من المطار لقينا المدينة اللي احنا ماشيين فيها موجود فيها وزارة التعليم، أفهم على طول إن المدينة دي هي العاصمة. ليه؟ لأن وزارة التعليم دي من الوزارات، يعني موجود الحكومة، فالحكومة دي موجودة في العاصمة. فإذا أي مدينة هتمشي فيها هتلاقي فيها واحدة ولا اتنين من دول تفهم على طول إنها العاصمة. فالعاصمة هي مدينة بيستقر فيها واحد رئاسة الجمهورية أو رئيس الدولة، اتنين السلطات الثلاثة، السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، ودي غالبا ما يكون فيها سفارات الدول الأجنبية، الحكومات، والمؤسسات الكبرى. طيب حلو الكلام ده. انا دلوقتي يا مستر عشان اختار المدينه بتاعتي، عشان اختار المدينه كانها اختارها هي العاصمه، هو احنا ازاي اخترنا عاصمه مصر؟ هو مصر دي
كانت الأول عاصمة مصر الإسكندرية، ثم بعد كده اتحولت من الإسكندرية للقاهرة. هو احنا ليه اخترنا القاهرة تكون هي عاصمة مصر؟ ليه ما اخترتهاش مثلا مدينة كفر الشيخ؟ قال لي لأن القاهرة ليها مجموعة من الأسباب اللي الحكومة اختارت القاهرة دي بالذات هي العاصمة. قال لي عوامل اختيار العاصمة، أنا عندي كلمة عوامل اختيار العاصمة معناها أسباب اختيار الدولة للعاصمة. إيه هو السبب الأساسي اللي إحنا اخترنا بيه المدينة دي إنها تكون هي عاصمة الدولة؟ قال لي أي دولة موجودة في العالم عندي، أنا عندي العالم فيه أكتر من 200 دولة، أي دولة موجودة في العالم بتختار العاصمة بتاعتها بسبب واحد من الأربع أسباب اللي أنا هقول لك عليهم دلوقتي. قال لي عندي أول عامل أو أول سبب حاجة اسمها العامل التاريخي. تاني سبب عامل اسمه عامل سهولة الوصول. تالت عامل اسمه الحماية والدفاع. رابع عامل اسمه السيادة القومية. أي دولة موجودة عندي في ال200 دولة اللي موجودين على خريطة العالم بتختار عاصمتها لسبب من الأربع أسباب دول. ممكن مصر اختارت العاصمة بتاعتها بسبب العامل التاريخي، ممكن دولة تانية اختارت العاصمة بتاعتها بسبب السيادة القومية، ممكن دولة تالتة اختارت العاصمة بتاعتها بسبب سهولة الوصول، دولة رابعة بسبب الحماية والدفاع. بس ممكن دولة تختار العاصمة بتاعتها فينطبق عليها أول سبب وتاني سبب وتالت سبب، وممكن دولة تانية ينطبق عليها تاني سبب وأول سبب. فعادي ممكن دولة تختار عاصمتها لسبب واحد من الأربعة أو لسببين أو لثلاث أسباب، فعادي. تعال نمسك واحدة واحدة. يعني إيه العامل التاريخي؟ قال لي دلوقتي في دول كتير جدا على خريطة العالم اختارت العاصمة بتاعتها إنها تكون في مدينة مرت عليها أزمات وعصور وأهمية تاريخية كبيرة. أديك مثال، القاهرة عاصمة مصر. لما نيجي نبص كده هنلاقي القاهرة دي مهمة في التاريخ بتاعنا بشكل كبير جدا. مهمة في إيه يا مستر؟ واحد سيدنا عمرو بن العاص كان موجود في القاهرة في فترة من الفترات. 2، قال القاهرة دي أثناء الحملة الفرنسية طلع منها ثورة القاهرة الأولى، فكان ليها أهمية تاريخية في وسط الأحداث التاريخية وصمدت وتصدت. 3، القاهرة دي كانت سبب من الأسباب اللي انتشر فيها الدين الإسلامي وأصبحت مصر ولاية إسلامية. 4، القاهرة دي قامت منها ثورة القاهرة الثانية. 5، محمد علي عمل مذبحة القلعة فين؟ في القاهرة. فإذا القاهرة دي مهمة تاريخيا مرت عليها أحداث كتير جدا، فبسبب إنها مهمة تاريخيا تم اختيارها كهي عاصمة لمصر. فبيقول للعامل التاريخي ترجع الدول التي اختارت عاصمتها على أساس العامل التاريخي إن المدينة دي لها أهمية تاريخية كبرى. طب زي مين يا مستر؟ أنا لسه قايل لك، زي القاهرة عاصمة لمصر، وزي روما عاصمة إيطاليا، وزي باريس عاصمة فرنسا. تيجي نبص كده هتلاقي القاهرة تم اختيارها بسبب العامل التاريخي، روما تم اختيارها عاصمة لإيطاليا بسبب العامل التاريخي، باريس تم اختيارها عاصمة لفرنسا بسبب العامل التاريخي. يبقى العامل التاريخي إن الدولة مرت عليها أحداث سياسية وأحداث كبيرة جدا، وإن المدينة دي فضلت هي اللي بيطلع منها القرارات والقوانين، فلها أهمية تاريخية فخليناها هي العاصمة. 2، قال لي دول كتير جدا ممكن تختار عاصمتها على عامل اسمه سهولة الوصول. يعني ايه يا مستر؟ قال لي مثلا في دول كتير بتختار العاصمة بتاعتها على مكان يسهل الوصول إليه. ما أنا مثلا إحنا ما ينفعش العاصمة بتاعتنا تكون في أسوان لأي حال من الأحوال،
ليه؟ لأن أسوان بعيدة جدا عن اسكندرية وعلى مطروح وعلى الدول اللي موجودة بعيدة، فإذا هي متطرفة فصعب الوصول إليها. فإذا تم اختيار دول كتير جدا العاصمة بتاعتها على عامل اسمه سهولة الوصول منها وإليها. يعني لو حد عايز يروح لأي محافظة تانية هيركب من القاهرة يروح المحافظة دي بشكل مباشر. طب لو حد عايز يروح أي محافظة هيركب للقاهرة ويطلع منها، فإذا سهل الوصول إليها ومنها لأي طرف من أطراف الدولة. عشان كده في دول كتير جدا اختارت العاصمة بتاعتها على عامل بسبب سهولة الوصول. زي مين؟ قال لي زي مدينة اسمها مدريد، تم اختيارها عاصمة لدولة أسبانيا. أسبانيا عاملة كده، النص هنا مدينة اسمها مدريد. فلما اجي ابص كده هلاقي ان مدريد دي في نص الدولة، سهل الوصول لها من جميع اطراف الدولة. من جميع اطراف الدولة سهل الوصول ليها، ومنها اروح لاي حتة في الدولة. عشان كده تم اختيار مدريد عاصمة لاسبانيا بناء على عامل اسمه سهولة الوصول. طب في دول تانية؟ قال لي تم اختيار مدينة زي مدينة الخرطوم عاصمة للسودان. ليه بقى؟ احنا قلنا ان مدينة الخرطوم تم اختيارها عاصمة للسودان بناء على عامل اسمه سهولة الوصول، ومدريد تم اختيارها عاصمة لاسبانيا بناء على عامل سهولة الوصول. ركز معايا في الحتة دي. احنا اخترنا مدريد عاصمة لاسبانيا عشان هي موجودة في منتصف الدولة، ان مدينة مدريد دي في نص الدولة. انما احنا اخترنا الخرطوم عاصمة للسودان بناء على ان الخرطوم موجودة على نهر النيل. انا عندي نهر النيل ماشي كده، هنا مصر بتخلص، يتبقى مين؟ يتبقى تحت مصر على طول دولة اسمها السودان. السودان هنا. قال لي لما اجي ابص كده الخرطوم موجودة هنا على نهر ملاحي. يعني ايه نهر ملاحي؟ يعني نهر تجاري، نهر بيمشي فيه السفن رايحه جايه طول النهار وطول الليل. هو في انهار يا مستر مش ملاحيه يعني مش تجاريه؟ في انهار فيها شلالات، فيها انهار فيها مستنقعات، فيها انهار راكده، فيها انهار ففي انهار ما تنفعش تمشي فيها حركه السفن وتتسهل عمليه التجاره. فالنهر اللي بيتسهل فيه عمليه التجاره بقول عليه نهر ملاحي. طب نهر النيل؟ قال لي نهر ملاحي طبعا، لانه بيمر في 11 دوله، وانا عندي من ضمن الدول اللي بيمر عليها نهر النيل دوله السودان. فعندي مدينه على نهر النيل بالظبط اسمها مدينه الخرطوم. فجينا بصينا كده لقينا الخرطوم دي سهل ان انا بالمركب اروح واجي من عليها، وسهل ان انا اربط بها جميع اطراف الدوله. فعشان كده تم اختيارها كعاصمه لدوله لدولة السودان. يبقى أنا اخترت الخرطوم عاصمة للسودان بسبب أنها تقع على نهر ملاحي. طب أنت عندك دول تانية يا مستر ولا خلاص؟ لا، عندي مدينة اسمها نواكشوط. نواكشوط تم اختيار المدينة دي اللي هي اسمها نواكشوط عاصمة لموريتانيا. هو احنا اخترنا نواكشوط اللي هي دي اسم غريب علينا عاصمة لموريتانيا بناء على عامل سهولة الوصول؟ ازاي بقى؟ قال انا عندي دولة موريتانيا عاملة كده، موجودة في شمال غرب قارة افريقيا، هوريها لك دلوقتي. عندي دي دولة موريتانيا شكلها عامل كده على الخريطة، وعندي موريتانيا دي من 3 جهات بيطل عليها يابس، وعندي الجهة الغربية دي هنا المحيط الأطلنطي، وعندي في غرب دولة موريتانيا مدينة اسمها مدينة نواكشوط. فتم اختيار نواكشوط عاصمة لموريتانيا بناء انها بتقع على بحر او محيط، بتقع على ساحل، عشان كده بيسهل الوصول اليها من جميع اطراف الدولة. هي على البحر فسهل الوصول اليها. عشان كده تم اختيار نواكشوط عاصمة لموريتانيا لانها تقع على المحيط الأطلنطي. يبقى أنا عندي الدولة اللي أنا تم اختيارها كعامل على أساس سهولة الوصول
مدريد عاصمة اسبانيا، الخرطوم عاصمة للسودان، نواكشوط عاصمة موريتانيا. بسرعة كده العواصم بسرعة. عندي القاهرة عاصمة مصر، باريس عاصمة لفرنسا، روما عاصمة لإيطاليا، الخرطوم عاصمة السودان، مدريد عاصمة اسبانيا، وعندي نواكشوط عاصمة لدولة موريتانيا. عند العامل الثالث اللي هو اسمه عامل الحماية والدفاع. يعني ايه عامل الحماية والدفاع؟ قال لي مثلا تعالى نفترض ان الحملة الفرنسية جت مصر. الحملة الفرنسية اول لما دخلت مصر دخلت فين؟ اسكندرية يا مستر، لان واجهها اهالي اسكندرية. طب لو كانت عاصمة مصر الاسكندرية، أول ما دخلت الحملة الفرنسية سيطرت على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، سيطرت على السفارات، على المؤسسات الكبرى، على الحكومات، على رئيس الجمهورية، سيطرت على كل الدولة. إذا اللي يسيطر على العاصمة يسيطر على جميع أطراف الدولة، لأن العاصمة دي فيها أهم مؤسسات عندك، هي دي اللي بتدير الدولة. فلو مش قادرة تدافع عن نفسها مش هتقدر تدافع عن أي حتة في الدولة. عشان كده بيتم اختيار العاصمة بناء على عامل اسمه عامل الحماية والدفاع. تاني، لما اجي ابص كده على دولة مثلا زي دولة تركيا، دي دولة تركيا عاملة كده على الخريطة، دولة واخدة شكل مستطيل بالعرض. دي دولة تركيا. تركيا دي كانت عاصمتها الأول مدينة اهو اسمها مدينة اسطنبول. كلنا عارفينها، عارفين اسطنبول دي، كل الناس، أنا عارف البلاد كلها بتتفرج على المسلسلات التركي. دولة تركيا دي عاصمتها الأول كانت مدينة اسمها مدينة اسطنبول. طب دلوقتي قال لي يا باشا اسطنبول دي بتقع على بحر، ولو جاء اي اعتداء خارجي لتركيا هيسيطر على اسطنبول فيسيطر على الدولة كلها. اللي يسيطر على اسطنبول فيسيطر على الحكومة برئاسة الدولة بالسلطات الثلاثة بالمؤسسات الكبرى. فانت عندك ايه في الدولة اللي تخاف عليه تاني؟ ما عنديش. عشان كده تركيا دي قالت لك يابا انا ما ينفعش ان انا العاصمة بتاعتي تبقى اسطنبول، فبدأت تنقل العاصمة من اسطنبول لمنطقة داخلية اسمها أنقرة. فعاصمة تركيا دلوقتي مدينة اسمها مدينة أنقرة. ليه يا مستر؟ لأن أنقرة دي موجودة في الداخل، وطالما موجودة في الداخل يبقى الموضوع يبقى المدينة دي بتديها عمق جغرافي. يعني ايه عمق جغرافي؟ يعني بعد جغرافي، تبقى بعيدة شوية عن الحدود، لأن لو دخل احتلال هيسيطر عليها بسهولة. فأنا أبعدها شوية عن أماكن النزاعات أو الأماكن اللي فيها خطورة، عشان أول ما يجي عندي اعتداء أحاول إن أنا أحصن المدينة اللي موجودة عندي في الداخل بحيث إنها ما يوصلهاش الاعتداء ده. فإذا تم نقل عاصمة تركيا من اسطنبول لأنقرة بناء على عامل اسمه عامل الحماية والدفاع، لأن لازم بشرط أساسي إن الدولة بتاعتي تكون العاصمة مؤمنة تماما. وده اللي اتكلم عليه مين؟ اتكلم عليه أرسطو. راجع معايا، احنا خدنا أرسطو قال لك إن الدولة المثالية لابد أن تهتم بخمس موضوعات: واحد عدد السكان، الموارد، العاصمة. فأنا عند العاصمة أرسطو قال لي إن العاصمة يا باشا لازم تكون في مكان مؤمن، ولازم تكون قوية، لأن دي اللي بيطلع منها كل القرارات، ولازم يكون بيطلع منها كل السلطات والقرارات والكلام ده كله. فلازم أحافظ على العاصمة بتاعتي، لأن لو ما حافظتش عليها والعاصمة دي وقع عليها احتلال فباقي الدولة كله وقع مع الاحتلال. عشان كده تم نقل العاصمة من اسطنبول إلى مدينة اسمها مدينة أنقرة، لأن ده بيديها عمق جغرافي. كلمة عمق معناها بعد. طيب عند العامل الأخير اسمه عامل السيادة القومية. يعني إيه يا مستر عامل السيادة القومية؟ قال لي أنا عندي مجموعة من الدول بتتشابه مع بعض في إن عندها قومية واحدة، سكانها من نوع واحد من أصل واحد كلهم شبه بعض. وفي دول تانية قال لي سكانها مش شبه بعض. اديك مثال، روسيا. روسيا دي دولة كبيرة جدا، احنا واخدين ان روسيا هي اكبر دولة في العالم من حيث المساحة، وان دولة روسيا دي كانت من الدول الاساسية اللي كانت موجودة في الاتحاد السوفيتي. طب لما انهار الاتحاد السوفيتي وتفكك ل 15 دولة،
بقى في 15 جنسية موجودة موجودة في روسيا، لأن كل دولة من الدول دي لها ناس كانت قاعدة في روسيا فضلوا قاعدين. فاحنا لما جينا اخترنا العاصمة، هنختار العاصمة من أنهي مدينة؟ قال لي هنختار العاصمة تبعا لحاجة اسمها السيادة القومية. كلمة قومية معناها جذور أو أصل أو أصول. أنت أصلك جاي منين؟ أنت تبع مين؟ إحنا مش تبع روسيا، إحنا تبع الدول اللي كانت داخلة مع روسيا في الاتحاد السوفيتي، بس روسيا اتقسمت، فأصبح في قوميات وأصول كتير جدا في دولة روسيا. إحنا بقى عايزين نختار العاصمة لروسيا. فجينا نروح نبص كده، لقينا ان المدينة دي فيها قوميتين وثلاثة واربعة وكلهم منتشرين. المدينة دي فيها جنسيتين وثلاثة وقوميتين وثلاثة واربعة وكلهم منتشرين. فلقينا في مدينة اسمها مدينة موسكو. اسمها ايه؟ اسمها موسكو. موسكو دي كانت كلها من اصل واحد، كلها من بني ادمين شبه بعض ليهم نفس الاصل، كلهم من بلد واحده. اسمهم ايه؟ اسمهم السلافيه، او بقول عليهم السلافيين. فتم اختيار موسكو عاصمه لروسيا بناء على ان المدينه دي كلها اصل واحد، فهي سائده في القوميه، كلهم جذورهم واحده في مدينة واحدة، فإذا لهم نفس الخصائص. عشان كده تم اختيار موسكو عاصمة لدولة إيه؟ لدولة روسيا. أفهم من كده يا مستر إن الدول اللي بتختار عاصمتها تابعة للسيادة القومية هي دول وحدوية؟ هتقول لي مستحيل، لأن الدول الوحدوية هي الدولة التي تتميز بتجانس سكانها. سكانها كلهم متجانسين، كلهم شبه بعض، مفيش اختلاف. انما ما ينفعش اختار كدولة وحدوية دولتي او العاصمة بتاعتي بناء على السيادة القومية. دايما بختارها يا اما على عامل سهولة الوصول، يا العامل التاريخي، عامل الحماية والدفاع. يبقى ده الاسباب اللي اختارت بيها الدول عاصمتها. طب مصر؟ قال لي مصر لما نيجي نطبق الكلام عليها ده، لما نيجي نبص على القاهرة كده هنلاقي ان ازاي القاهرة دي تم اختيارها عاصمة لمصر. قال لي بناء على العامل التاريخي، ان القاهرة دي مرت بها احداث احنا لسه قايلين، وبناء كمان على سهولة الوصول، لان القاهرة موجودة هنا اهو، يعني موجودة على نهر النيل، يعني موجودة على نهر ملاحي، فتم اختيارها بناء برضو على عامل سهولة الوصول. وإن القاهرة مش موجودة عندي على الحدود، دي مصر، حدود مصر من جميع الجهات، القاهرة في الداخل. يبقى إذا أنا نقلت العاصمة اسكندرية للقاهرة بناء على عامل اسمه عامل الحماية والدفاع. يبقى عند القاهرة تم اختيارها عاصمة لمصر بناء على العامل التاريخي وسهولة الوصول والحماية والدفاع. بس في حاجة، قال لي أنا ما بختارش أي دولة وحدوية بناء على عامل السيادة القومية، لأن الدول الوحدوية كلهم من جنسية واحدة. فخلينا يا عم أي دولة من الدول اختارت عاصمتها لأي سبب من الأسباب اللي احنا قلناهم دلوقتي. المفروض بقى أنا بعد ما اختار العاصمة وقلت إن المدينة دي هي العاصمة، وقمت رايح حاطط فيها رئيس الجمهورية والسفارات وكل الفيلم الهندي اللي احنا لسه قايلينه، قال لي بقى لازم شرط أساسي إن العاصمة تتمتع بمجموعة من المواصفات. قال لي إيه هي مواصفات العاصمة؟ واحد، لازم تكون مركز للحكم والإدارة. يعني إيه مركز للحكم والإدارة؟ يعني أنا بحكم منها، القرارات طالعة من العاصمة، رئيس الدولة بالحكومات بالسفارات بكله طالع من العاصمة، فهي مركز للحكم والإدارة، أنا بحكم من خلالها. اتنين، لازم تكون العاصمة دي هي مركز للقوة والسلطة في الدولة. لازم تكون أقوى منطقة موجودة عندي في الدولة هي العاصمة، عشان هي اللي بيطلع منها المؤسسات. أنا قلت لو مش قادر أدير العاصمة يبقى عليه العوض كله في الدولة كلها. رقم ثلاثة، قال لي لازم تكون العاصمة دي هي حلقة اتصال ما بين الدولة والعالم الخارجي. افهم بقى معايا، أنا رئيس من كام شهر، رئيس مصر استضاف رئيس دولة فرنسا. هو رئيس دولة فرنسا لما هيجي مصر الرئيس هيستقبله في العاصمة. فالعاصمة هي حلقة الاتصال ما بين الدولة بتاعتنا
والعالم الخارجي. طب اديك مثال، جالنا واحد اجنبي مصر، قعد اسبوعين ثلاثه، حصل له مشكله مثلا ولا قدر الله عندنا في مصر، فعايز يروح حد يسعفه، هيروح لمين؟ للسفاره. طب والسفاره بتاعته موجوده فين؟ في العاصمه. فاذا هي العاصمه حلقه اتصال العالم الخارجي بالدوله. طب انا عايز اروح اسافر الكويت، لازم اروح السفاره بتاعه الكويت، اخد التاشيره ان انا ينفع اخش عندهم، فلازم اروح العاصمه الاول. طب انا عايز اسافر الكويت واخدت التاشيره، لازم اروح المطار. طب المطارات الكبرى موجوده فين؟ اكبر مطارات في الدوله في العاصمه. فلازم العاصمه تكون هي حلقه اتصال الدوله والعالم الخارجي ببعض. اتنين، لازم تكون العاصمه كمان تكون هي مركز ثقافي للدوله. يعني ايه المركز؟ المركز يعني المنطقه الرئيسيه الثقافيه اللي موجوده في الدوله. هو دار الاوبرا موجوده فين؟ في القاهرة. طب جامع الأزهر في القاهرة. طب أقول لك على حاجة، عندي المؤسسات الدينية الكبرى، أكبر الكنائس موجودة في القاهرة، أكبر المسارح في القاهرة. فإذا القاهرة هي بتشمل أكبر المؤسسات الثقافية اللي موجودة عندي في الدولة. عشان كده بقول عليها المركز الثقافي للدولة. كمان القاهرة أو أي عاصمة خلقها ربنا لازم تكون هي ملتقى طرق النقل والمواصلات في الدولة. أنا عايز أروح يا عم، أنا جاي من بورسعيد عايز أروح أسوان، هركب الأول القاهرة عشان مفيش من بورسعيد لأسوان مرة واحدة. هركب القاهرة لأن هي العاصمة، ومن العاصمة بقى أشوف أنا رايح فين. أنا كنت رايح أسوان، هركب عربية أسوان. اركب اي موقف خلقه ربنا رئيسي، هتلاقي فيه عربيات القاهرة بتحمل على طول. ليه؟ لان دي العاصمة، دي المدينة اللي احنا كلنا بنروح منها ليها وبنركب منها لأي مدينة تانية او اي محافظة تانية. فغالبا ملتقى طرق احنا بنلتقي كلنا في العاصمة، وبعد كده بنشوف احنا رايحين فين بقى. عشان كده ملتقى طرق النقل والمواصلات بتكون هي العاصمة. فدي المواصفات بتاعة العاصمة، لازم تكون مركز للحكم والإدارة، مركز للقوة والسلطة، حلقة اتصال الدولة بالعالم الخارجي، ولازم تكون هي المركز الثقافي للدولة، وعادة بتكون ملتقى طرق النقل والمواصلات. يبقى دي سمات وخصائص العاصمة. طيب، عندي بعد كده ببدأ أصنف العواصم بتاعتي لنوعين، تعال نكتبهم على البورد أحسن. هبدأ أصنف العواصم بتاعتي، قال لي تصنيف العواصم. يا مستر، هو كل العواصم شبه بعض؟ يعني أنا اخترت العاصمة خلاص، وقلنا السبب اللي اخترت بيه العاصمة، وحطيت في كل المؤسسات بتاعتي، كل العواصم اللي موجودة على دول العالم أو موجودة على خريطة العالم كلها زي بعض؟ قال لي لأ، ببدأ أقسمها لنوعين. عواصم بقول عليها العواصم القديمة، والعواصم المستحدثة. يبقى أنا عندي كام نوع من أنواع العواصم؟ اتنين، عواصم قديمة وعواصم مستحدثة. إيه هي العواصم القديمة؟ قال لي العاصمة القديمة هي العاصمة التي ظلت عاصمة للدولة، قال لي لعدة قرون. القاهرة عاصمة مصر من حوالي 400 500 سنة، القرن 100 سنة. ففي عدة قرون الدنيا بتتغير والأحوال بتتغير وأزمات بتحصل ومش عارف إيه وكوارث بتحصل، والعاصمة هي القاهرة. فإذا مر على القاهرة كعاصمة مصر عدة قرون، فأصبحت عاصمة قديمة بقى لها فترة زمنية كبيرة جدا. زي مين؟ قال لي زي القاهرة عاصمة قلنا لمصر، وزي روما عاصمة لإيطاليا، وزي باريس عاصمة لفرنسا، وزي لندن عاصمة لدولة إنجلترا. دول بقول عليهم عواصم قديمة لأنها قعدت فترة زمنية طويلة هي العاصمة. طب العاصمة المستحدثة أكيد العكس، يعني هي العاصمة اللي اتنقلت من عاصمة قديمة لعاصمة جديدة. يبقى العاصمة أو العواصم المستحدثة هقول له هي العاصمة التي تم نقلها من مدينة إلى أخرى،
احنا نقلناها من مدينة لمدينة تانية. طيب زي مين؟ احنا لسه قايلين ان في دولة اسمها دولة تركيا، ركز يالا. دولة تركيا نقلت العاصمة بتاعتها منين؟ من مدينة اسمها مدينة اسطنبول إلى مدينة تانية اسمها مدينة أنقرة، عشان عامل الحماية والدفاع أو سبب الحماية والدفاع. يبقى إذا أنقرة دي عاصمة قديمة ولا مستحدثة؟ جدع، عاصمة مستحدثة. يبقى أنا عندي أنقرة عاصمة تركيا، دي عاصمة مستحدثة. هل أنقرة بس اللي عاصمة مستحدثة؟ قال لي لأ، أنا عندي مجموعة من الجزر كده بقول عليها دولة اليابان. اليابان كانت عاصمتها زمان مدينة اسمها مدينة كيوتو. كيوتو دي كانت مدينة داخلية في داخل اليابان. اليابان أصلا قايمة على حرفة التجارة وقايمة على حرفة الصناعة، فهي بتتاجر وبتصنع، فعايزة العاصمة بتاعتها تكون في مكان حيوي أكتر، مش فارق معاها عامل الحماية والدفاع. قامت نقلة العاصمة من كيوتو الداخلية إلى مدينة أهو اسمها مدينة طوكيو الساحلية. طب طوكيو دي بتطل على ساحل اسمه ساحل المحيط الهادي، عشان كده تم نقل العاصمة من كيوتو إلى طوكيو بناء على عامل اسمه سهولة الوصول. يعني الكلام ده عكس الكلام ده. يعني تركيا نقلت العاصمة بتاعتها، هي مش عايزة سهولة وصول ولا حاجة، هي عايزة تأمن العاصمة فنقلتها لأنقرة. دي مش فارق معاها الحماية والدفاع، بس عايزة تسهل الوصول فنقلتها لمين؟ لطوكيو. عشان كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي طوكيو عاصمة لدولة اليابان وهي عاصمة مستحدثة. طب بس طوكيو بس؟ قال لي لا، عندي تحت هنا مدينة في دولة في قارة افريقيا، دولة اسمها دولة نيجيريا. نيجيريا كانت عاصمتها زمان مدينة تحت خالص نهو على ساحل المحيط الأطلنطي اسمها لاجوس. قامت قالت لك لاجوس دي لو جالي أي اعتداء هيخش العاصمة فهيسيطر على العاصمة، في دولة مش هتبقى قوية، فبدأت تنقل العاصمة بتاعتها من لاجوس إلى مدينة في النص نهو اسمها مدينة أبوجا. فأبوجا دي داخلية. يبقى دولة نيجيريا بتتشابه مع دولة تركيا في اختيار العاصمة بناء على عامل الحماية والدفاع. يبقى لما اجي اختار كده للعواصم المستحدثة، عندي مدينة اسمها مدينة أبوجا تم اختيارها عاصمة لدولة نيجيريا بناء على عامل اسمه عامل الحماية والدفاع، وهي عاصمة مستحدثة. يبقى أنا عندي نوعين من العواصم لما أجي أصنفه. عندي عاصمة قديمة دي اللي فضلت موجودة لفترة زمنية طويلة، وعندي عاصمة مستحدثة يعني اتغيرت من مدينة لمدينة تانية. زي مين؟ قلنا زي أنقرة عاصمة لتركيا، زي أبوجا عاصمة لنيجيريا، وزي طوكيو عاصمة لدولة اليابان. دول بقول عليهم تصنيف العواصم. تعالى بقى نرجع تاني كده. قلنا العواصم بتتقسم عندي لعواصم قديمة زي روما، لندن، باريس، القاهرة. جاوب ورايا، روما دي عاصمة ايه؟ قول يالا. روما دي عاصمة ايه؟ عاصمة ايطاليا، فنان. لندن عاصمة انجلترا. باريس عاصمة فرنسا. القاهرة طبعا عاصمة مصر. وعندي عواصم تانية بقول عليها العواصم المستحدثة. زي مين؟ قلنا زي كيوتو الداخلية لما تحولت لطوكيو الخارجية عاصمة لليابان، فأصبحت اليابان عاصمتها مستحدثة. ليه؟ لأن طوكيو دي موجودة على ساحل المحيط الهادي، فطالما ساحل المحيط الهادي يعني هيساعدها في عامل سهولة الوصول. يبقى احنا اتفقنا ان في نوعين من العواصم، عواصم قديمة وعواصم مستحدثة. عندي بعد كده آخر حاجة في الدرس حاجة اسمها قلب الدولة. قلب الدولة دي أنا كلمتك عليها الحصة اللي فاتت وقلت لك إن الدول الوحدوية دايما بتكون العاصمة وقلب الدولة الاتنين في مكان واحد. وقلت لك العاصمة هي المكان اللي فيه رئاسة الجمهورية وكذا اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي. إنما قلب الدولة ده أنا قلت لك قلب الدولة ده زي قلب الإنسان. القلب هو العضو الوحيد اللي لازم يشتغل طول الوقت،
هو اهم مركز في الجسم، هو اللي بيضخ الدم للشرايين، هو اللي بيوزع، هو اللي بيقوم بمهامك بشكل عام. فالقلب ده مكان حيوي جدا. فقلب الدولة هو أهم مكان عندي في الدولة. يا مستر ما هو أهم مكان العاصمة. أيوه ما هو أهم مكان العاصمة، فأنا قلت عليها عاصمة فاديتها الميزة. بس في مكان تاني مميز في حاجة تانية، مش شرط يكون مثلا كفي مؤسسات وسفارات ومش عارف إيه. في مكان تاني ممكن يكون له أهمية تانية خالص، أهمية اقتصادية. فبقول عليه عاصمة؟ لا، ما أنا قلت عاصمة. بقول عليه قلب الدولة. قلب الدولة ده هو مكان ليه أهمية. يعني إيه؟ قال لي مكان ليه أهمية وثقل اقتصادي. كلمة ثقل أو ثقل اقتصادي يعني تقل اقتصادي، ليه وزن، ليه أهمية كبيرة جدا اقتصادية وسكانية وثقافية وسياسية في الدولة. قال لي لا، بص ولا لا تقل أهمية عن العاصمة. يعني مهم جدا زيه زي العاصمة، بس العاصمة اللي بيخرج منها القرارات. قلب الدولة ده مهم. طب أنا عندي إيه؟ قال لي ما ببدأ أقسم مناطق قلب الدولة على حسب الأهمية. أما أجي أقول كده عندي مناطق، بقول عليها مناطق قلب دولة ذات أهمية اقتصادية، وعندي مناطق قلب دولة ذات أهمية سياسية، وعندي مناطق قلب دولة ذات أهمية دينية، وعند مناطق قلب دولة ذات أهمية سكانية. تعال بقى نمسكهم واحدة واحدة، وعايز أفهم يعني إيه. بص معايا ركز. أنا عندي منطقة قلب الدولة بقول عليها إيه؟ منطقة قلب الدولة. دي منطقة لها أهمية. أهمية إيه؟ قلنا لو لها أهمية اقتصادية مثلا يا مستر، اديني دليل كده يعني إيه منطقة قلب الدولة. هقول لك أنا عندي دولة هنا اسمها دولة كندا، وعندي هنا دولة اسمها دولة الولايات المتحدة الأمريكية. دولة كندا دي الاتنين في قارة، طبعا قارة أمريكا الشمالية. كندا والولايات المتحدة الأمريكية في النص هنا 5 بحيرات، بقول عليهم البحيرات العظمى، أو بقول عليهم البحيرات ال5. عندي 5 بحيرات هنا بالتساوي كده مع بعض، ما عدا بحيرة تحت. ال5 بحيرات دول بقول عليهم البحيرات ال5 العظمى. فيهم أكبر بحيرة موجودة في العالم اسمها بحيرة سوبريور، ملناش دعوة بيها دلوقتي. البحيرات دي أصلا مية عذبة. البحيرات دي بقول عليها بتتكون من مياه عذبة. طالما مية عذبة يبقى حوالين منهم أراضي خصبة صالحة للزراعة، فببدأ أزرع الأراضي اللي حوالين منها. طب احنا قلنا زراعة، صناعة، تجارة، معناها اقتصاد. فالمنطقة دي لها أهمية اقتصادية، فبقول عليها قلب الدولة، لأن كندا لها عاصمة والولايات المتحدة لها عاصمة، ودي منطقة مهمة جدا ما يقدروش هما الاتنين يستغنوا عنها. فبقول عليها منطقة قلب دولة ذات أهمية اقتصادية. يبقى منطقة القلب ذات أهمية اقتصادية هقوله زي إقليم أو منطقة. كلمة إقليم معناها منطقة. إقليم البحيرات ال5 العظمى اللي بتفصل ما بين مين ومين؟ ما بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية. كلام جميل. يبقى أنا عندي أول منطقة قلب ذات أهمية اقتصادية زي منطقة قلب ذات أهمية اقتصادية زي إقليم اسمه إقليم البحيرات ال5 العظمى اللي بيفصل ما بين مين ومين؟ ما بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة كندا. عندي منطقة تانية بقول عليها منطقة قلب ذات أهمية سياسية. عندي منطقة مهمة جدا وعاصمة، وعندي منطقة فيها مؤسسات كبيرة بيخرج منها الإدارات. عايز أقول لك دلوقتي لو أنا عايز أقدم على أي مكتب سفر عشان أسافر بره هتلاقي المقابلة في القاهرة. عايز أقول لك إن أنا لو عايز أقدم على أي مؤسسة أو أي شركة كبيرة هلاقيها موجودة في القاهرة. فالقاهرة اللي بيطلع منها القرارات بشكل عام. فقال لي إيه؟ بما إن أنا عندي مدينة بيطلع فيها المقرات السياسية والأحزاب السياسية والقرارات والقوانين وكله، فبقول عليها منطقة القلب ذات الأهمية السياسية اللي بيطلع منها القرارات. قال لي ودي منطقة بيصدر منها الإيه؟ القرارات زي القاهرة الكبرى.
حط لي خط تحت القاهرة الكبرى كده واعمل لي بين قوسين كده وشد لي سهم كده جميل كده واكتب لي القاهرة الكبرى، معناها محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومحافظة القليوبية، التلاتة مع بعض بقول عليهم القاهرة الكبرى، التلاتة في واحد. القاهرة الكبرى زي القاهرة، الجيزة، القليوبية بقول عليهم القاهرة. في فرق ما بين مدينة القاهرة أو محافظة القاهرة والقاهرة الكبرى. القاهرة الكبرى دول 3 محافظات جنب بعض، من ضمنهم محافظة اسمها محافظة القاهرة اللي هي أصلا بقول عليها عاصمة إيه؟ عاصمة مصر. فإذا نعرف إن القاهرة منطقة قلب وفي نفس الوقت إيه؟ عاصمة، يبقى العاصمة وقلب الدولة بيجتمعوا مع بعض فين؟ في الدول الوحدوية. أمثلة عليها زي مصر، مصر عاصمتها القاهرة وهي دولة وحدوية. طب منطقة القلب بتاعتها القاهرة وهي أصلا دولة وحدوية. عندي كمان بعض الدول كمان اللي لها أهمية دينية. لها أهمية دينية إزاي يا عم؟ قال لي في مناطق معينة مهمة جدا دينيا. دينية قال لي زي مكة المكرمة. عاصمة السعودية دولة مدينة اسمها مدينة الرياض، بس أهم مدينة في السعودية دينيا هي مكة المكرمة، مولد الرسول وظهور الإسلام هناك وانتشار الدعوة الإسلامية والكعبة المشرفة، وأهم المؤسسات الثقافية والدينية موجودة في مكة. فمكة دي بالنسبة للسعودية أهم مدينة دينية. فإذا بتشكل منطقة اسمها منطقة قلب ذات أهمية دينية زي مكة المكرمة اللي موجودة في المملكة العربية السعودية. يبقى أنا عندي رقم 4 كمان منطقة بقول عليها منطقة قلب ذات تركز سكاني. يعني إيه منطقة قلب ذات تركز سكاني؟ معناها إن في دول في العالم موجود فيها مدن عندها تكدس سكاني كبير، فيها زحمة كتير جدا، فيها كثافة سكانية مرتفعة، الناس سايبة الدولة كلها وقاعدة في المنطقة دي بس. فأفهم من كده إن المنطقة دي مهمة ولا لأ؟ أكيد مهمة، لأنها لو مش مهمة الناس مش هتترك باقي الدولة وتسكن هنا. عشان كده الكلام ده حصل مع دولة إيه؟ دولة أفغانستان. قال لي الناس تركزت في جنوب أفغانستان دونا عن غيرها من المدن من المناطق التانية اللي ما فيهاش تركز سكاني زي جنوب أفغانستان. عشان كده دولة أفغانستان لها منطقة فيها منطقة ذات تركز سكاني، السعودية فيها منطقة ذات أهمية دينية، القاهرة لها منطقة ذات أهمية سياسية، إقليم البحيرات الخمسة منطقة ذات أهمية اقتصادية. يبقى احنا كده اتكلمنا عن منطقة قلب الدولة. وافكرك تاني اذكرك تاني ان قلب الدولة والعاصمة بيجتمعوا مع بعض في الدولة الوحدوية. اتمنى من الله ان احنا نكون وصلنا لحد الجزء ده وانت شفت الموضوع كامل مكمل، عشان ان شاء الله الحلقات اللي جاية هتتبنى على الدرس ده. عايزك تذاكر الجزء ده كويس، وانا ان شاء الله هنزل لكم كويز كده على الجروب، وان شاء الله يعني اللي عنده اي استفسار يسيبه لي في الكومنتات وهجاوبه في اقرب وقت. سلام.